فاكرين البنت اللي حكيت لكم عنها بعد ما اكتشفت إن حبيبها بيكلم واحدة تانية قررت إن هي تواجهه، لكن اللي حصل وقت المواجهة خلاها تنهار. قال لها جملة واحدة بس، الجملة دي خلتها تكتشف إن السنين اللي عاشوها سوا يمكن كانوا كلهم كذبة. لكن السؤال هنا، هو فعلا كان بيحبها بجد ولا كان بيستغلها؟ أنا عمري ما كنت أتخيل إن الشخص اللي حطيته في قلبي بكل ثقة هو نفسه الشخص اللي هيكون سبب في أكبر وجع ليا. الحكاية بدأت من سنتين، كنت وقتها بنت عادية جدًا، حياتي ما فيهاش حاجة مميزة، دراسة وبيت وصحاب وكام حلم صغير كده نفسي أحققهم، لحد ما ظهر هو. في البداية ما كانش في بينا أي حاجة، مجرد كلام عادي، هزار وسؤال من وقت للتاني. بس مع الوقت الكلام زاد، بقينا نتكلم بالساعات. كان يعرف إن أنا زعلانة من إيه، وإيه اللي بيفرحني وإيه اللي بيخوفني. ولما كنت أقوله أنت ليه مهتم بيا أوي كده، كان يضحك ويقول عشان انتي مش زي أي حد. الجملة دي كانت كفاية تخليني ابتسم طول اليوم. ومع الأيام اعترف لي إن هو بيحبني، وأنا كمان كنت بحبه. اتفقنا إننا نستنى لحد ما ظروفه تتحسن، وبعدها يجي البيت ويتقدم لي رسمي. كنت شايفة إن الحكاية دي نهايتها جواز، ومكنتش أعرف إن النهاية اللي مستنياني كانت مختلفة تماما. عدت شهور وسنين، كنا بنتخانق ونتراضى ونزعل ونرجع نتكلم تاني، وفي كل مرة كنت بخاف إن العلاقة تنتهي. كان يطمني ويقول انتي ما تخافيش، أنا عمري ما هسيبك. كنت مصدقاه، لدرجة إني كنت شايفة إن ممكن الدنيا كلها تتغير، بس هو لأ. وفي يوم حصل موقف غريب، اتصلت بيه ما ردش، اتصلت تاني برضه ما ردش، استنيت شوية وبعدين اتصلت مرة تالتة، وفجأة المكالمة اتفتحت. بس اللي سمعت صوته ما كانش هو، كانت بنت. سكت تماما. هي قالت الو، قفلت المكالمة بسرعة. قلبي كان بيدق بطريقة عمري ما حسيتها قبل كده. قلت لنفسي يمكن اخته، يمكن قريبته، يمكن انا فهمت غلط. حاولت اقنع نفسي بأي حاجة. بعد دقايق هو اتصل. رديت وانا بحاول ابان عادية. مين البنت اللي ردت؟ سكت، وسكوته كان خوّفني من أي إجابة. قُلت أنا باسألك مين؟ قال لي دي واحدة أعرفها. حسيت إن الأرض اتسحبت من تحتي. واحدة تعرفها؟ قال آه، بس الموضوع مش زي ما أنتِ فاهمة. ضحكت ضحكة قصيرة من شدة الصدمة وقُلت وأنا فاهمة إيه أصلًا؟ فضل ساكت، ومن هنا بدأت أشُك. بعد أيام بقيت أحس إنه اتغيّر، بقى بيرُد متأخّر، كلامه قليل. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تدخلوا على قناة اليوتيوب عليها القصص الطويلة، شجعوني بقى كده وصلّوا على النبي في الكومنتات. يالّا نكمّل. بعد أيام بقيت أحس إنه اتغيّر، بقى بيرُد متأخّر، كلامه قليل، وأحيانًا يختفي بالساعات. وفي ليلة وأنا قاعدة لوحدي لقيت رسالة من رقم غريب. الرسالة كانت قصيّرة جدًا، لو أنتِ فعلًا عايزة تعرفي الحقيقة ما تصدقيهوش. اتجمدت، فضلت أبُص للرسالة ومش عارفة أعمل إيه. وبعد ثواني وصلت رسالة تانية: هو مش بيحكي لِك كل حاجة. قلبي وجعني ساعتها. كتبت أنت مين؟ ما فيش رَد، استنيت دقيقة، 2، 10 ولا أي حاجة. وفي اليوم اللي بعد كده لقيت نفس الرقم بعت صورة. الصورة كانت ليه، واقف جنب نفس البنت اللي ردت على التليفون، والأصعب من كده إن الصورة كانت قريبة جدًا من وقت قريب. حسيت إني مش قادرة أتنفس. واجهته بالصورة، قُلت له: "دي مين؟" قال لي: "دي صورة عادية." قُلت له: "عادية وأنت قايل لي إن ما فيش حاجة؟" بدأ يتعصب. أنتِ مش واثقة فيّا ليه؟ الجملة دي وجعتني. قُلت له: "أنا كنت واثقة فيك، بس أنت اللي خلّيتني أشُك." سكت، وبعدها قال: "أنا محتاج وقت." وقفل المكالمة. من يومها اختفى. يوم، يومين، 3، وأنا كل يوم كنت باسأل نفسي نفس السؤال، هو أنا كنت عايشة وهم؟ بعد أسبوع الرقم الغريب بعت لي تاني. المرة دي قالت أنا لازم أقابلك. اترددت، بس فضولي كان أقوى. قابلتها، وأول ما شفتها اكتشفت إنها مش بالشكل اللي كنت متخيلاه. كانت هادية جدا. قعدت قدامي وقالت أنا مش جاية أخده منك. بصيت لها باستغراب. قالت لي أنا جاية أقولك الحقيقة. قلبي بدأ يخبط في بعضه. سألتها انتي تعرفيه من امتى؟ قالت لي من قبل ما يعرفك. سكت، وبعدين قالت الجملة اللي كسرتني: وهو كان بيقولك إنه أول مرة يحبك. هزيت راسي. قالت كان بيقول نفس الكلام ليا. حسيت إني مش قادرة أتكلم. طلعت موبايلها وورتني رسالة قديمة، نفس الكلام، نفس الوعود، نفس جملة انتي الوحيدة اللي في حياتي. بس كانت الرسايل معاها قبل ما يعرفني بوقت طويل. سألتها طب ليه فضل معاكي وبعدين حبني؟ قالت لأنه أصلا كان بيكلم أكتر من واحدة. ساعتها فهمت أنا ما كنتش في قصة حب، ولا قصة الحب الوحيدة اللي في حياته. أنا كنت مجرد واحدة من قصص كتير. رجعت البيت وأنا منهارة، مسكت الموبايل وكتبت له أنا عرفت كل حاجة. شاف الرسالة والأول مرة ما ردش. بعد ساعات اتصل. رديت عليه. كان صوته مختلف. قال اسمعيني بس. قلت له أنا سمعت كفاية. قال لي أنا غلط. ضحكت وقلت بعد سنتين بتقول أنا غلط؟
قال بس أنا حبيتك بجد. سكت، لأن جزء مني كان لسه بيحبه، وده كان أصعب شيء، إنك تكوني عارفة إن الشخص أذاكي وبرضه قلبك لسه متعلق بيه. قال اديني فرصة أخيرة. بصيت له الموبايل ودموعي نازلة. كنت قدام اختيارين، إما أسامحه وأحاول أبدأ من جديد، أو أمشي وأحافظ على كرامتي حتى لو قلبي هيفضل موجوع. وفي اللحظة دي افتكرت كل مرة كنت بستناه، كل مرة كنت ببرر له، كل مرة كنت بخاف أخسره أكتر ما كنت بخاف أخسر نفسي. وقلت له أنا كنت بحبك بس دلوقتي لازم أحب نفسي أكتر. وسكت، وبعدها قفلت المكالمة. مرت شهور. في البداية كنت بفتكره كل يوم، وبعدين كل كام يوم، وبعدين بقيت أفتكره من غير ما أتوجع. وفهمت إن بعض الناس مش بيجوا حياتنا عشان يكملوا معانا، بيجوا عشان يعلمونا درس. وأكبر درس اتعلمته: الحب لوحده مش كفاية، لازم يكون فيه صدق وأمان واحترام. أما هو، سمعت بعد فترة إنه حاول يرجع يتواصل معايا، بس بعد كده المرة دي أنا ما كنتش مستنياه، لأن أخيرا فهمت إن اللي بيحبني بجد عمره ما هيخليني أقضي الليالي وأنا بسأل نفسي وهو لسه بيحبني لحد دلوقتي. النهاية: أنا خسرت شخص كنت فاكرة إنه حياتي، لكن كسبت نفسي، وأحيانا دي بتكون أحسن نهاية ممكنة. بنت قررت إنها مش هتسامحه مهما حصل، لكن قبل ما تقفل الباب نهائي وصلها منه اعتراف غير كل حاجة. اعتراف خلاها تسأل نفسها: هل تسامحه وتبدأ من جديد، ولا تمشي وتنسى سنين من عمرها؟ كل مرة كنت بخاف أخسره أكتر ما كنت بخاف أخسر نفسي، وقلت له أنا كنت بحبك بس دلوقتي لازم أحب نفسي أكتر. وسكت، وبعدها قفلت المكالمة. مرت شهور. في البداية كنت بفكر كل يوم فيه، وبعدين كل كام يوم، وبعدين بقيت افتكره من غير ما اتوجع. وفهمت ان بعض الناس مش بيجوا حياتنا عشان يكملوا معانا، بيجوا عشان يعلمونا درس. وسبته وحياتي استقرت. عدت شهور وانا بحاول اعيش حياتي بشكل طبيعي. كنت فاكرة ان الحكاية خلصت وانه بقى مجرد شخص من الماضي، لكن في ليلة وانا ماسكة الموبايل جالي اشعار من رقم غريب. فتحت الرسالة وكان مكتوب: انا عارف انك مش عايزة تسمعيني، بس في حاجة لازم تعرفيها. قلبي اتقبض. عرفت فورا مين صاحب الرسالة. هو. قفلت الموبايل من غير ما ارد. بعد شوية وصلت رسالة تانية: أنا مش طالب منك ترجعيلي، أنا بس عايزك تعرفي الحقيقة. فضلت أبص للشاشة، جزء مني كان بيقول ما ترديش، وجزء تاني كان عايز يعرف الحقيقة. في الآخر كتبت: حقيقة إيه؟ الرد جه بسرعة: البنت اللي كلمتك زمان هي ما كانتش بتحاول تنقذك مني. اتخضيت. كتبت: يعني إيه؟ قال: هي كانت عايزة تفرق بينا. ضحكت بسخرية، وبعد كل اللي شفته قال: أنا غلطت ومش هقول غير كده، بس هي كمان مخبية عنك حاجات. فضلت ساكتة، وبعدين بعتلي صورة. الصورة كانت للبنت نفسها، بس المرة دي كانت واقفة مع شخص تاني، وتحت الصورة كتب: اسأليها من الشخص ده. تاني يوم قررت أكلمها. اتصلت بيها. أول ما سمعت صوتي قالت: أنا كنت عارفة إنك هتتصلي. قلت: مين الشخص اللي في الصورة؟ سكتت. قلت: أنا مستنية إجابة. قالت بصوت متوتر: ده أخوي. استغربت: أخوكي؟ قالت: آه. قلت: طب ليه هو بعتلي الصورة دي وقال إنك مخبية حاجات؟ سكت مرة تانية، وبعدين قالت: لأنه عايز يرجعلك تاني. اتصدمت. قلت لها: ايه؟ قالت: هو عارف اني كنت بحاول ابعدك عنه، وعارف ان لما عرفت الحقيقة سبتيه، وهو مش قادر يتقبل ده. بدأت افهم ان الموضوع اكبر مما كنت متخيلة. سألتها: طب انت ليه كنت بتبعتيلي رسائل اصلا؟ قالت: عشان كنت خايفة عليكي. قلت لها: منه؟ قالت لي: لا، مش بس منه، من حاجات تانية. سكت، وقالت: حاجات ايه؟ قلت: حاجات ايه؟ قالت: هو كان مخبي عنك سبب حقيقي لاختفائه في الفترة الأخيرة. قلبي بدأ يدق بسرعة. قلت لها: قولي. فراحت قايلة: هو كان بيمر بمشكلة كبيرة وما كانش عايزك تعرفي. قلت: ايه المشكلة؟ وقبل ما تجاوب المكالمة اتقطعت. حاولت اتصل بيها تاني، مفيش رد. بعد دقايق جالي منها تسجيل صوتي. فتحته. صوتها كان متوتر: لو سمعت التسجيل ده ما تتواصليش معاه تاني، واستني لحد ما اكلمك انا. وبعدها قالت جملة واحدة: لان اللي حصل زمان مش كل الحقيقة. التسجيل بعدها انتهى. فضلت قاعدة مكاني. ازاي يعني مش كل الحقيقة؟ ايه الحاجات اللي كانت مخبياها، وليه هو كان مصر يرجع دلوقتي؟ وفي اللحظة دي جالي اتصال، رقم غريب. رديت: الو. مفيش رد. قلت: مين؟ سمعت نفس الصوت اللي كنت فاكرة اني مش هسمعه تاني. هو. قال: انا عارف انك سمعت التسجيل. سكت. قال: وانا عارف انك دلوقتي مش فاهمة حاجة. قلت: انت عايز ايه؟ قال لي: عايزة اقولك الحقيقة بنفسي. قلت له: قول. قال: بس مش هينفع في التليفون. سألته: فين؟ قال: في المكان اللي اتقابلنا فيه اول مرة. وسكت. المكان اللي اتقابلنا فيه اول مرة كان ليه ذكريات كتير عندي، ومكنتش عارفة اذا كنت اروح او لا، ولا اقفل الباب نهائي. لكن قبل ما ارد قال: لو ما جيتيش هتفضلي طول عمرك فاكرة اني كنت الشخص الوحيد الغلطان. وبعدين قفل. فضلت ماسكة الموبايل وانا مش عارفة اعمل ايه. لأول مرة من شهور حسيت ان الحكاية لسه مخلصتش، وان اللي كنت فاكرة انه اخر فصل يمكن يكون مجرد بداية الحقيقة اكبر. وفي اليوم اللي بعد كده رحت للمكان، لكن لما وصلت ما لقيتوش. لقيت ظرف ابيض على كرسي.
فتحت الظرف وكان جواه صورة قديمة ليا وليه، وتحتها ورقة مكتوب عليها: قبل ما تحكمي عليا اسألي نفسك مين اللي بدأ الكذبة من الأول. رفعت عيني على الورقة، في اللحظة دي شفت شخص واقف بعيد بيراقبني، لكن الشخص ده ما كانش هو، كان شخص أنا عمري ما شفته قبل كده. ولما قرب مني قال اسمي، وهنا بس فهمت ان الحكاية دي لسه مخبية أسرار أكتر بكتير مما كنت أتخيل. وقفت مكاني وأنا ببص للشخص اللي قدامي، قلت بخوف: انت مين وازاي تعرف اسمي؟ ابتسم ابتسامة صغيرة وقال: أنا أخو البنت اللي كلمتك. اتوترت أكتر، قلت: طب ايه انت هنا ليه؟ قال: عشان أقولك الحقيقة اللي أختي ما قدرتش تقولها. سكت شوية وبعدين قال: هو فعلا غلط في حقك، وفعلا كان بيتكلم مع أختي في فترة من الفترات، لكن أختي ما كانتش صريحة معاكي في كل حاجة. بصيت له باستغراب، قلت له: يعني ايه؟ قال: هي كانت بتحبه قبل ما يعرفك، ولما عرفك وعرفت انك دخلتي في حياته حاولت ترجعه ليها. افتكرت كل الرسايل، كل الصور، كل الكلام، وفهمت ان جزء من اللي حصل كان حقيقي وجزء تاني اتقال بطريقة تخلي العلاقات تنهار. سألته: طب وهو؟ قال: هو كان غلطان من البداية لأنه كان لازم يقولك الحقيقة بنفسه، لكنه بعد ما عرف إن أختي بتكلمك حاول يصلح الموضوع، بس بعد فوات الأوان. دموعي نزلت، مش عشان عايزة أرجعله، لكن عشان اكتشفت إن السنين اللي عشتهم كان فيهم كذب من أكتر من ناحية. رجعت البيت لقيته بعتلي رسالة: دلوقتي عرفت الحقيقة. فضلت أبص للرسالة فترة طويلة وبعدين كتبت: وعرفت كمان إنك غلط. رد: قال: أنا عارف. قلت: بس أنت عارف إيه أكتر حاجة وجعتني؟ قال: إيه؟ كتبت وقلت له إنك خلتني أشك في نفسي. كل مرة كنت بحس إن في حاجة غلط كنت بقول إني شكاكة ومش واثقة فيك. ما ردتش، كملت: أنا كنت ممكن أسامح الغلطة لكن ما قدرتش أسامح الكذب. بعد دقايق كتب: أنا لسه بحبك. بصيت للكلمة بصة طويلة. زمان كانت جملة بحبك منه كانت بتخليني أنسى الدنيا كلها. المرة دي ما كنتش حاسة بحاجة. كتبت له: يمكن تكون بتحبني فعلا، ويمكن انا كمان لسه جوايا حاجة ليك، لكن الحب مش معناه اننا لازم نرجع. رد: يعني دي النهاية؟ مسحت دموعي وكتبت: قلت له: دي النهاية. بعدها بأيام البنت اتصلت بيا، قالت: أنا آسفة. سكت. قالت: أنا كنت أنانية، كنت عايزاه يرجع لي ومفكرتش فيكي. قلت لها: انتي وجعتيني بس أنا مش عايزة أفضل شايلة منك. قالت: مش هطلب منك تسامحيني. قلت: أنا مش هنسى اللي حصل بس هسامح عشان أرتاح. وقفلنا المكالمة. عدت الأيام وفي يوم عادي جدا وأنا خارجة من البيت لقيت رسالة منه: أنا مش هزعجك تاني بس حبيت أقولك إنك كنت أحسن حاجة حصلتني وأنا ضيعتها. قريت الرسالة ومرة واحدة حسيت إني مش محتاجة أرد لأول مرة. ما بقاش عندي أسئلة، ما بقاش عندي فضول أعرف هو بيعمل إيه، ما بقاش عندي رغبة أرجع للماضي. حطيت الموبايل في جيبي وكملت طريقي. وفهمت إن بعض العلاقات مش بتخلص لأن الحب اختفى، بتخلص لأن الثقة اتكسرت. وأحيانا أقوى قرار ممكن تاخديه مش إنك ترجعي للشخص اللي بتحبيه، لكن إنك تختاري نفسك. مرت سنة وفي يوم كنت قاعدة في مكان هادي وببص من الشباك وصلتني رسالة من رقم جديد: ممكن نتكلم؟ فتحت الرسالة كان هو. ابتسمت اللحظة وبعدين قفلت الموبايل، مش كرها فيه ومش عايزة انتقم منه، لكن عشان أخيرا فهمت مش كل شخص بنحبه لازم يكون نصيبنا. وأنا كنت فاكرة إن خسارته هي نهاية حياتي، لكن اكتشفت إنها كانت بداية حياة جديدة، حياة ما فيهاش انتظار مكالمة ولا خوف من الخيانة. ولو سأل كل ليلة هو لسه بيحبني، بقيت عارفة قيمتي وعرفت إن الشخص الصح مش هيخليني أحارب عشان أخد أبسط حقوقي: الصدق والأمانة والاحترام. أما هو ففضل جزء من الماضي، مش أجمل جزء ومش أسوأ جزء، مجرد درس علمني إن القلب ممكن يحب جدا لكن العقل لازم يعرف إمتى يقول كفاية. لحد هنا بقى أكيد تعبتكم معايا، وهنا انتهت حكايتي، مش بنهاية حبهم لكن بنهاية الوجع. المهم إن انتوا تدعولي في الكومنتات. بصوا، يعني أنا بجد النهاية دي وجعتني، بس أكتر حاجة عجبتني إنها اختارت نفسها وكرامتها في الآخر، لأن الحب من غير ثقة وأمان ما يوجعش غير صاحبه الصراحة. يعني انتوا لو مكانها كنتوا هتسامحوا ولا كان مستحيل ان انتوا تسامحوا؟ ربنا يكتب لك الخير يا رب ويعوضك ان شاء الله بانسان احسن وانضف، وان شاء الله تبعتلنا وتقولي ان ربنا عوضك. تنسوش يا بنات تحطوا له لايك وتكتبوا لها رايكم في الكومنتات، انتوا لو مكانها كنتوا هتعملوا ايه، وخصوصا اللي هو لحد دلوقتي لسه بيحبها وعايز يرجع لها. تنسوش تدخلوا على قناة اليوتيوب عليها رسائل، عليها القصص الطويلة، معلش تعبت. سلام.